محمود كان راجع من الشغل متأخر. ركب آخر مترو كان رايح للجيزة. المترو كان شبه فاضي إلا من كام راكب متفرقين. قعد في آخر عربية، حط السماعات في ودنه، عايز يهرب من تعب اليوم. بعد شوية النور قطع فجأة. العربية بقت ضلمة تامة إلا من لمبة صغيرة بتنور وتطفي. فجأة سمع صوت خبط، وبعدين صرخة مكتومة. اتجمد في مكانه، شل السماعات بسرعة، بص حواليه، لكن محدش كان باين. النور رجع بعد لحظات، ومحمود لمح راجل كبير واقع على الأرض في آخر الكرسي. إيده كانت متشنجة على صدره، وشه شحب جدا. حاول يهزه، لكن الراجل ما كانش بيتحرك. الناس اتجمعت، حد منهم لمس رقبته وقال بصوت مرعوب: ده ميت. الموضوع بقى رعب. مين قتل الراجل؟ القطر كان مقفول ومفيش حد نزل. فجأة محمود لاحظ حاجة غريبة. الراجل ماسك ورقة في إيده فيها رقم كرسي جوه القطر. بص حواليه، لقى الكرسي المقصود فاضي، لكن تحتيه كان فيه شنطة صغيرة. فتحها بحذر، لقى فيها سرنجة فاضية. في اللحظة دي واحد من الركاب حاول يجري ناحية باب القطر، لكن محمود لاحظ توتره وصرخ: امسكوه بسرعة! الناس هجمت عليه، ولما الشرطة وصلت اكتشفوا إن القاتل كان دكتور سابق، والراجل المقتول كان سبب فصله من الشغل. انتهى منه بحقنة سامة. هو ما كانش مخطط إن حد يكشف الجريمة، لكن الورقة اللي سابها الضحية فضحته. محمود خد نفس عميق وأدرك إنه ممكن للحظة يبقى هو الضحية اللي جاية.